بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم بريب 2. هنحل النهاردة الهومورك الأسبوع العاشر. أول سؤال write the scientific term أو give the scientific term. عايز منك word للسنتنس اللي قدامك. نمبر 1 a vital process that protect the living organism from extinction. ايه يا ترى اسم الفيتال بروسيس اللي بتعملها الليفينج اورجانيزم عشان نحمي نفسنا من الاكستنكشن أو الانقراض؟ طبعا العملية ديت هتبقى الريبرودكشن بروسيس. السؤال التاني a short stem whose leaves are modified into a reproductive organs. الديفينيشنز الوحيد اللي عندنا في المنهج اللي بيبتدي بكلمة short stem دي طبعا هتبقى الفلاور. السؤال رقم 3 the female reproductive organ in the flower. أنا عارف الريبرودكتيف organs عندي اتنين، في واحد للميل والتاني للفيميل. الميل كان اسمه الاندريسيوم، هنا بيسألك على الفيميل يبقى الفيميل اسمه جاينيسيوم. 4 the transfer of the pollen grains from the answer to the stigma of the same flower. أنا هتحرك أو هاخد البولين جرينز من عند male flower وهوديها عند female flower، تمام، بس of the same flower، يعني الفلاور بتاعتي تبقى bisexual أو hermaphrodite. ده أي نوع؟ لو أنا هنقل البولين جرينز اسم البروسيس اسمها pollination. طب أنا عندي two types للبولينيشن، عندك cross pollination اللي أنت هتتنقل من فلاور لفلاور تانية، بس خلي بالك on another plant، يعني من plant لبلانت. أما لو أنت على نفس الفلاور أو على نفس البلانت يبقى في الحالة ديت اسمه الأوتو بولينيشن أو بنقول عليه سيلف بولينيشن. The cell resulting from the fusion between the pollen grains and ovum nuclei. أي فيوجن بين الميل والفيميل نيوكلياي يبقى على طول الزيجوت. آخر سؤال عندنا في الساينتفك تيرم the production of some plants by parts root stem or leaves. ايه يا ترى عملية الريبرودكشن اللي بتحصل without seeds؟ احنا قلنا مع بعض ده نوع من الاسexual reproduction، تعالى نفتكر اسمه. الروت والستيم والليفز دول الفيجيتيف بارت، علشان كده هنسمي الريبرودكشن فيجيتيف ريبرودكشن. بكده نكون خلصنا الساينتفك تيرم. السؤال اللي بعده what's meant by the tissue culture in the plant and the hermaphrodite flower. طبعا التيشو كلتشر تعالى نفتكر مع بعض التعريف بتاعه او كان الميننج بتاعه ايه. The process of multiplying a small part of a plant to get many identical parts. يعني بتاخد جزء صغير من البلانت وتبتدي تحطه في نيوتريتيف ميديم، اي ميديم يغذي البلانت ده او السمول بارت ديت، وابتدي بعد كده هيطلع لك بارتس كتير كلها شبه بعض. بعد كده بيقول لك what's meant by the hermaphrodite flower. الهرمافروديت فلاور او البايسexual فلاور هي عبارة عن الفلاور that contains both male and female reproductive organs، او بمعنى تاني هي عبارة عن الفلاور that have أو that has الميل reproductive organs اللي هم عبارة عن الاندريسيوم and female reproductive organs اللي هي الجينيسيوم. في ال what happens بيقول لي what happens to the ovum after fertilization and a pollen grains falls on the stigma. نقرا مع بعض الإجابات. أول حاجة what's meant by the tissue culture a process of multiplying small parts of the plant to get many identical parts. رقم 2 the hermaphrodite or the bisexual flower، وقلنا السيمبل بتاعها بيبقى الميل مع الفيميل في نفس السيمبل. It is the flower that contains both male and female reproductive organs. Number 1 في what happens كان بيقول لي what will happen to the ovum after fertilization. احنا عارفين ان الاوفم هتتحول او changes into seeds. while what will happen for the pollen grains after falling on the stigma. لما بتنزل البولين جرين على الستيجما it will germinate forming the pollen tube. يعني ايه كلمة germinate؟ يعني هتبتدي تنبت وتدي لك تيوب اسمها البولين تيوب. الأسئلة اللي بعد كده choose. Number 1 the flower is the organ of dots reproduction. احنا عارفين ان الفلاور هي الاورجن المسؤول عن السكشوال ريبرودكشن، لان انا عندي تو تايبس من الفلاورز، في واحده ميل والتانيه فيميل. رقم 2 البايسكشوال فلاورز contain، احنا لسه قايلين ان البايسكشوال contain both male and female reproductive organs، عندها الجينيسيوم وعندها الاندوريسيوم. فقايل لي في الاختيارات اندوريسيوم اونلي كده هتبقى ميل، اما جينيسيوم اونلي كده هتبقى الفلاور فيميل، both of them كده هتبقى هيرمافرودايت او بنقول عليها bisexual، يبقى هختار both of them. السؤال رقم 3
The innermost floral roll of the female flower. أنا عندي female flower، عايز أختار last roll، آخر layer عندنا هتكون مين؟ بما إنها بتكون female يبقى آخر بارت عندي هيكون الجينيسيوم. Number 4 the outer roll of the flower called. عايز اللي من بره الفيرست رول، طبعا هيكون الكيلكس اللي طبعا بيتكون من green leaves وكان اسمها sepals. The sweet potato considered as root or stem or bud. احنا عارفين ان السويت بوتيتو بتكون horizontal root، يبقى انا هختار root. السؤال التاني palm and maize are. احنا عارفين مع بعض دول بيكونوا البام والميز والبامبكن، دول بيكونوا unisexual flower. كلمة unisexual flower يعني male flowers أو female flowers only، فمديني في الاختيارات bisexual، unisexual، male، female flowers. البام، الميز، البامبكنز بيكونوا unisexual flowers. قلنا مع بعض اليونيسexual it means males، وفي عندنا جروب تاني female. طب ميس هنا في الاختيارات في ميل وفي ميل اختارهم؟ لا طبعا، ان انت اخترت ميل بس يبقى معناها ان البام والميز كلهم بيكونوا ميلز، وده مش حقيقي لان في منهم في ميلز. نفس الكلام لو اخترت في ميل هتبقى غلط لان في بارت تاني بيكونوا ميلز. السؤال رقم 7 grafting by attachment is done to grapes للعنب ولا الشوجر كين قصب السكر ولا للمانجو تريز؟ الجرافتنج باي اتاتشمنت انا بعمله طبعا لمين؟ للمانجو تريز. اما كان عندنا الجرافتنج باي ويدجز كنا بنعمله occurred to the large trees. اما المانجو كمان مره دوت عباره عن الجرافتنج باي اتاتشمنت. the male flower consists of dots rules. تعالى نفتكر الميل فلاور كان عندها مين؟ كيليكس، كورولا، وعندها اندوريسيوم. بما انها ميل يبقى عندها 3 rules بس، يبقى مش 4، يبقى انا هختار 3. The ovary of the flower produces. الأوفر produces البولين جرينز؟ طبعا لأ، ده الأنثر. الأوفم ولا السبيرم؟ أكيد طبعا هختار الأوفم أو الأوفا، ده البلورال الجمع بتاعها، أو أختار أوفيولز لو موجودة. يبقى البولين جرينز لأ ولا السبيرم، هختار الأوفا. The organ that forms the fruit after fertilization. يا ترى مين الأورجن اللي بيتحول يبقى فروت بعد الفيرتلايزيشن؟ هل الأنثر، الأوفري، ولا الستيمن؟ اكيد طبعا اتحول يبقى fruit after fertilization هو عبارة عن الاوفري. Number 11 culturing of a small part of the plant to get many identical part called. طبعا من اسمه هل الجرافتنج ولا الكاتنج ولا التيشو كلتشر؟ لا طبعا ان انا احط small part to give me identical parts يبقى دوت التيشو كلتشر. Number 12 each leaf of the calyx is called. كل ورقة من الكيلكس بنسميها سيبل وبيكون اللون بتاعهم جرين. اما البيتل ده تبع الكورولا، تمام؟ فانا عندي ايه، هو بيسألني عن الكيلكس يبقى اختار السيبل. each dots consist of filament and anther. مين اللي عندك بتتكون من filament and anther؟ اكيد طبعا هتبقى الستيمن، يبقى the stamen consists of a filament and anther، مش الكاربل ولا الكيلكس. the sugar cane and roses can be reproduced by grafting, cutting or tubers. التلاتة دول انا واخدهم الجريبس والروزس والشوجر كين، ده اللي كان examples للبرودكشن باي cutting. The pollen tube extend through the style and reach the ovary through an opening called. هل يا ترى الميكروبايل، الاكزل، ولا الاستجما؟ الاوبننج اللي عندنا اللي هتدخل منها البولين تيوب لحد ما توصل عند الاوفري، وجوه الاوفري عندي الاوفيل، طبعا هتبقى الميكروبايل. وكده نكون خلصنا يا بريب 2 الهومورك. اتمنى ليكم وقت جميل، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.